مم. يا بابا يا بابا، النهارده هنعمل اسهل طريقه فراخ روستد في الفرن. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنزل على طول في البوله بزيت زيتون وطماطو بيست، ومعايا كمان بودرة توم مع بابريكا، وهنزل بالكركم وشويه كمون وشويه فلفل وكمان شويه بابريكا مدخنه، وهنزل بالملح كمان وشويه زعتر وشويه روزماري ومعلقه زبادي وعصره ليمونه، وهقلب الكلام ده كله مع بعضه لحد ما ياخد معايا القوام اللي انتوا شايفينه ده. وهنزل بالفرخة اتبلها فيه واوصل التتبيلة لكل اجزائها، وبعد ما نخلص من تتبيلها هغطيها واخليها على جنب، يعني مدة ما تقلش عن نص ساعة، انت سيبها ساعة ساعتين براحتك. وبعد كده على طول هنحضر الرز، فهنقطع البصل معانا طرنشات صغيرة، وهنزل بطاسة على النار مع شوية زيت. هدي بس البصل تتبيلة بسيطة، وهنزل على طول بعد كده بالرز، وعلى طول هديله تقليبة، وهملح وهفلفل، وهننزل بشوية مية سخنة عليه. احنا بس هنسويه نص تسوية، احنا مش عايزينه يستوي تماما. وبعد كده هنغطي عليه وهنبدأ في تاني حاجة هنعملها، هنقطع الخضار بتاعتنا. انت اعمل الخضار اللي انت بتحبها. انا عملت النهاردة جزر وبصل وطماطم، وطبعا معايا بطاطس، وهيكون برضو معايا بسلة وفاصوليا خضراء، وكمان معايا سويت كورن او ذرة. انا استخدمت البطاطس الصغيرة دي، فانت تقدر لو هتستخدمها تقطعها او ما تقطعهاش براحتك. وبعد كده هناخد معانا شوية منكهات كلها تكون فريش، زعتر ونعناع وروزماري، وهيكون برضو معانا الريحان والبقدونس، وهنقطع ده كله مع بعض. الحاجات اللي ضفناها دي زي ما هتضيف لنا في الطعم، فكمان هتدينا ريحة جميلة جدا. وبعد كده هنبهر الخضار بتاعتنا ملح وفلفل وزهرة اليانسون وقرنفل، وكمان هنحط ورق لورق وحبهان والثوم. وبعد كده هننزل بالفرخة وهنحشيها بالرز والبصل اللي عملناه. وبعد ما نحشيها عادي اكتمها براحتك مش هتفرقع. وبعد كده هنحط كمان شوية روزماري وشوية زعتر فريش، وهننزل كمان بالريحان. عايز اقول لكم انت بس بمجرد ما تشم الروايح دي كلها بعد الاكل ما بتخلص، انت نفسك بتتفتح اكتر على الاكل. فزي ما شفنا التتبيلة كانت بسيطة، لكن الطعم بتاعها خرافي بجد. فبعد كده هنغطيها بالفويل وندخلها الفرن. انا هسيبها في الاول 40 دقيقة في الفرن، وبعد ال 40 دقيقة ما بتخلص بطلعها على الشواية، بسيبها كمان زي 15 دقيقة. يعني الأكلة بتاعتنا بتقعد 55 دقيقة ساعة بالكتير لو هتقعد معاك. وده الشكل النهائي بتاعها. إن شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا. مم. يا بابا يا بابا. وفي نهاية الفيديو يا شباب، لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم.